المصريين رجاله وستات شعب متميز، شعب على مر العصور وقف وقفه رجاله بدل من الموقف مليون موقف، ودي حاجه محدش يقدر يختلف عليها. يعني تاريخ المصريين ووقفه المصريين رجاله وستات في كل المواقف اللي بنقرر ان احنا نتحد فيها مع بعض عشان نواجه حاجه واحده بنعلم على اي حد. بس برضو ما نقدرش ننكر ان احنا بنتعامل مع بعض وحش قوي. في الشارع بنتعامل وحش، وفي السواقه بنتعامل وحش، وفي الكلام بنتعامل وحش، وفي الافكار بنتعامل وحش، وفي التعليقات بنتعامل وحش، ولما بنختلف بنتعامل وحش، ولما بنعترض بنتعامل وحش. ومش ان بس حد بيعاملنا وحش من فوق، احنا بنعامل بعض وحش. ده بسبب ان احنا للاسف ما بنعرفش ناخد حقنا من بعض غير كده. كلنا عارفين ان الطيب المؤدب بيتاكل على قفاه، وبنعلم عيالنا كده، لان كلنا ديكتاتورات. كل واحد فينا في عقله انا الامبراطور، انا الفرعون الاعظم، فهتتشاكل هتشاكل، او انا هتشاكل من غير ما تتشاكل. ايه المشكله يعني؟ يبقى حلها. انا عارف ان الحياه صعبه جدا، وعارف ان الشارع ينرفز قوي، وعارف ان كلنا مخنوقين، وعارف ان كلنا عندنا مشاكل. بس صدقوني الحياه هتختلف كتير قوي لو احنا مرنا نفسنا ان احنا رد فعلنا الاولاني، رد فعلنا اللي هو السريع، يبقى ان انا مش هعمل مشكله، ان انا مش هقل ادبي، ان انا مش هشتم الراجل ده، ان انا هصبر وهشوف يمكن الدنيا تبقى خير. مش لازم نبقى هجامين قوي كده، ومش لازم نبقى عدوانيين قوي كده، مش لازم نبقى سباقين بالغلط والاهانه والاساءه. فاحنا مستحيل ان نبقى بنعامل بعض وحش كده ونوصل لاي حاجه في الدنيا، مع احترامي للجميع. يعني فكروا في البلد دي بكل الحلو والوحش، بس غيروا عنصر واحد بس وسيبوا كل حاجه ثابته زي ما هي. في مصر تخيلوا لو احنا بنتعامل مع بعض حلو كشعب، منا فينا ان الناس ظريفه، والناس بتتمنى الخير لبعض، والناس بتساعد بعض، والناس مش بتحكم على بعض، والناس بتضحك في وش بعض، والناس بتفرح لبعض، والناس بتقف جنب بعض بس، والدنيا زي ما هي، والدولار عمال يغلى، والعيشه عماله تصعب، والناس بتكلم نفسها، والشركات بترفد، والمصانع بتقفل، وكل الكلام ده كله زي ما هو، بس بقينا نعامل بعض احسن لوجه الله. يعني تفتكروا هتبقى حياه احسن ولا حياه اوحش؟ هو الموضوع منطقي جدا كمان، لان ببساطه ان الزعيق بيجيب زعيق، والنرفزه بتجيب نرفزه، وقله الادب بتجيب قله ادب، والدم بيجيب دم، والظرف بيجيب ظرف، والضحك بتجيب ضحكه، واللذاذه بتجيب لذاذه، والصحوبيه بتجيب صحوبيه. يعني الموضوع مش اختراع يا جماعه، بس احنا واقعين في فخ ممكن نكون كتير مش واخدين بالنا منه. بس احنا دايما بنختار الشمال. اي موقف بيحصل في اي حته، في اي شارع، في اي بيعه، في اي محل، في اي مطعم، في اي حته، الاختيار الاول بيبقى شمال، فالرد بيبقى شمال، فالموقف كله بيبقى شمال. هو سهل وفي ايدينا على فكره، وربنا يوفقنا كلنا. اقول لكم ايه؟